ألف مبروك أولا على الفوز الكبير خارج الديار على فريق بطل محترم. وتقول لنا دلوقتي خط سير المباراة كان ماشي معاك إزاي؟ والانتصار الجميل ده بتهدينا. حبيبي يا كابتن احمد، انت منورنا. وبقول لحضرتك ان احنا يعني ماشيين كل ماتش بماتشه، والحمد لله رب العالمين. احنا جينا في وقت صغير، كنا نتمنى نيجي قبل كده، لكن هي الظروف طبعا ما كانتش تسمح ان احنا نبقى موجودين. الاول بشكر طبعا الاجهزه اللي جت قبلينا، لانهم عاملين فرقه كويسه، فرقه محترمه. وانا سعيد ان انا موجود معاهم دلوقتي، لان فعلا ولاد لعيبه كويسه ومشرفينا. سير المباراه الماتش اللي فات طبعا احنا عاملين حسابنا ان فريق بطل، فريق محترم وفريق كبير، وشغالين من اول الاسبوع على الكلام دوت. اللعيبه كانت في حاله كويسه، والحمد لله رب العالمين ان احنا جبنا 3 بونت من هناك. ده طبعا بيهدي الفوز الكبير دوت لنادي بهتيم، جمهور نادي بهتيم البلد اللي هم في ظهرنا. بشكرهم وبشكر الجمعيه العموميه على وقفتهم جنبينا وكده. نقول لك كابتن إكرام ألف مبروك وربنا يسدد خطاك في اللي جاي إن شاء الله. استعداداتك بقى لمباراة الزمالك دي مفاجأة، وكان الناس أصلا حتى على الصفحة استغربوا، كانت مفاجأة ليهم. ومن امبارح كان في تساؤلات عن المباراة دي. بص يا استاذ احمد، احنا وعدنا اللعيبه ان احنا في مفاجاه ليهم كويسه. ده حاجه للعيبه مش لينا احنا كجهاز. قلنا قايل للعيبه ان انت ربنا يكرمك، هحاول اعمل لكم ماتش كويس مع فرقه كويسه، انك تتشاف وتبقى تحت المنظار، لانك انت عندك لعيبه كويسه فما بخلناش عليهم. والحمد لله نادي الزمالك اتصل الاداري بتاعهم، بعت لنا كابتن كريم ان هو عايز يعمل ماتش. فطبعا انا ما ترددتش، على طول وافقت. طبعا نادي الزمالك نادي كبير واسم كبير، فده يبقى شرف لينا وللعيبه. وبقول لهم شدوا حيلكم ربنا يكرمكم، واحنا مستعدين للماتش لان احنا عندنا لعيبه كويسه، وان شاء الله هنرجع من هناك بحاجه كويسه. يعني ممكن نسمع ان في ناس اتكلمت على لعيبه وكده. طبعا معايا الجهاز بتاعي كابتن محمود عبد الحميد، معايا الكابتن سعيد رمضان، ومعايا الكابتن مصطفى حسين مدرب حسن مرمى، ومعايا الكابتن حافظ مدير الاداري، والكابتن احمد سلامه من الاداري، وكابتن عبد الرازق دكتوره الفرقه طبيب، ومعانا المستشار سمير الزهار. الراجل ده مساندنا بصراحه، مسانده كويسه جدا ان شاء الله. وبقيه اعضاء مجلس الاداره مساندنا بصراحه، يعني في ظهرنا. وان شاء الله ان شاء الله بنوعدهم ان بكره هيبقى يوم كويس، وربك يكرم. ان انا متفائل ان شاء الله ان شاء الله يعني هيبقى في لعيبه من الموجودين ناس تتكلم عليها، ودي كنت انا اللي بتمناها، ودي تبقى الخطوه اللي ان شاء الله اللي انا عايزها. ممكن نعتبره ماتش تسويقي. ماشي، نعتبره ماتش تسويق. عندك عناصر مميزه هتقدمها. عندي بتاع 4 أو 5 لعيبه ان شاء الله هيبقوا في حته تانية باذن الله. كابتن إكرامي إن شاء الله أنت هتيجي من ماتش الزمالك وعندك استعداد قوي لمباراة فريق العناصر المتصدر الدوري والحصان الأسود بتاع البطولة زي ما هما بيقولوا. استعداداتك ليه؟ بص يا كابتن أحمد، هو الماتش ده جه في وقته. ده بروفا الماتش القناطر. طبعا نادي الزمالك فريق كبير وفريق يعني حاجه يعني جامده. فانا انا يعني الحمد لله ان جه الماتش ده في وقته، لان انا هستعد للماتش القناطر، لان طبعا القناطر متصدره الدوري. فده هيبقى بروفا للمباراه بتاعت القناطر. وانا بوعد الناس ان شاء الله ان شاء الله ان الماتش ده بتاعنا، وهنفضل ماشيين كده ان شاء الله في انتصارات زي ما احنا شغالين باذن الله. واللعيبه مستعده للماتش دوت، وفي حاله كويسه جدا وفي حاله جيده. وطبعا زي ما احنا عارفين المكسب بيجيب مكسب. وان شاء الله انا متفائل، انا والجهاز بتاعي معاهم معايا متفائلين باذن الله ان احنا
هنطلع باذن الله كاسبين الماتش باذن الله، وافرح جمهور بهتيم والجمعيه العموميه ان شاء الله تعالى بإذن الله. كابتن، وربنا يوفقك وان شاء الله تعالى نلاقي نادي بهتيم في الدرجه الثانيه ان شاء الله عليك. ان شاء الله. وده مش اقل من كده. احنا ان شاء الله نادي بهتيم ده زي نادي المنصوره، زي المحل، نادي بلد، وباذن الله هيبقى في المحترفين كمان بمسانده الجمعيه العموميه ومجلس الاداره يبقى في ظهرنا مع اي جهاز موجود. طول ما في مسانده هتلاقي ان شاء الله ان شاء الله النادي في حته تانيه، وده حقه الطبيعي. احنا في مكانه يعني لا مش بتاعتنا، مش بتاعت نادي بهتيم. ان شاء الله ان شاء الله الموسم الجاي احنا بنوعد الناس لو احنا موجودين ان شاء الله هنبقى في حته تانيه باذن الله. شكرا يا كابتن، بالتوفيق. شكرا كابتن احمد، وانا سعيد باللقاء بتاع حضرتك. شكرا.